يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس مصر للمرة ال39 في تاريخه بعد الفوز على نادي الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين في السعودية. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ال15 لبطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء القادم 12 مارس في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتواجد النادي الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة بعد خوضه 7 مباريات، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز ال15 برصيد 12 نقطة. ولن يخوض النادي الأهلي مباريات في شهر مارس بعد مباراة البنك الأهلي سوى مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام القرعة يوم الثلاثاء القادم 12 مارس في الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، وستذاع القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية. وسيواجه النادي الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا واحد من أحد هذه الأندية، الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو سيمبا التنزاني. وستقام مباراة الذهاب أحد أيام 28 أو 29 أو 30 من شهر مارس الحالي. وتم تأجيل مباراة النادي الأهلي مع إنبي التي كان مقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة ال16 لبطولة الدوري المصري بعد الموافقة على طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتأجيل مباريات الدوري التي كانت ستقام بعد يوم 12 مارس لانطلاق معسكر منتخب مصر. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري، وذلك قبل فترة التوقف الدولي لخوض منتخب مصر بطولة ودية في دولة الإمارات.